اهلا بكم في قناة رمضان يا رب. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن مسلسل رمضان كريم الجزء التاني اللي اخيرا اتعرض معانا في شهر رمضان 2023، واللي من المتوقع انه هيكون من اقوى مسلسلات رمضان 2023. ويا ريت تكمل معانا الحلقة للاخر عشان نجمع لكم كل التفاصيل وكمان كواليس المسلسل. بس قبل ما نبدأ يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. واخيرا بعد 5 سنين من عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الاول في رمضان 2017، وطلب الجمهور بجزء تاني من المسلسل بشكل كبير. وده مش بس عشان المسلسل نجح وقت عرضه، لأن المسلسل كان بيحقق مشاهدات عالية كل مرة كان بيتعاد فيها في التلفزيون خلال ال5 سنين اللي فاتوا. وده عشان المسلسل بيحسسنا بأجواء رمضان الجميلة بتاعت زمان اللي مفتقدينها بقالنا سنين. ولكن الجزء التاني من المسلسل كان بيتأجل كل سنة بسبب مشاكل وأزمات بتقابل المسلسل. بس قرر المنتج أحمد السبكي بعرض الجزء التاني من مسلسل رمضان كريم في رمضان 2023 أيا كانت الصعوبات والأزمات اللي هتقابل المسلسل. واعتذر عدد من نجوم الجزء الأول في المشاركة في الجزء التاني، وهم روبي وشريف سلامة وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وسهر السعيغ، وكمان وفاة الفنان محمود الجندي. وقرر الشركة المنتجة والسيناريست أحمد عبد الله الاتفاق على الخروج من مشكلة اعتذار روبي وريهام عبد الغفور وسهر السعيغ من الجزء التاني من خلال الإعلان عن سفرهم خارج البلاد ضمن أحداث الحلقات الأولى، وكذلك إعلان وفاة الفنان محمود الجندي حتى تظهر أحداث الجزء التاني بشكل مقنع للجمهور، وإنهم هيعوضوا اعتذار بعض الفنانين بإنهم سيضيفوا للمسلسل شخصيات جديدة. وأبرز النجوم الجديدة اللي هتنضم للجزء التاني الفنان صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وويزو وسلوى خطاب وغيرهم من الفنانين، وخلق لهم إطار درامي جديد يتماشى مع أحداث الجزء الأول من المسلسل. وكان المسلسل هيتعرض لأزمة تمنعه من عرضه في شهر رمضان بعد ما تم تصوير حوالي من نص المسلسل، وده بسبب مخرج المسلسل سامح عبد العزيز كان متعاقد على إخراج مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج واللي هيتم عرضه في شهر رمضان 2023 أيضا. ولكن المنتج أحمد السبكي قرر حل المشكلة مع المخرج سامح عبد العزيز بإنهم يزودوا ساعات تصوير المسلسل، وإن المسلسل هيتعرض في شهر رمضان 2023 حتى لو هيجيب مخرج تاني يكمل المسلسل. وتم انتهاء تصوير أكتر من 20 حلقة من المسلسل وجرى تصوير باقي الحلقات. أبطال الجزء التاني من مسلسل رمضان كريم النجوم اللي هيشاركوا معانا في الجزء التاني من أبطال الجزء الأول من المسلسل هما سيد رجب وسلوى عثمان ومحمد لطفي وصبري فواز وكريم عفيفي وأحمد صيام ونجلاء بدر وإنعام سلوسة وكريم الأبنودي ونوع صالح وسلوى محمد علي ومحمد مهران ورانيا فتح الله وعمرو عبد العزيز. وينضم معاهم نجوم جديدة أيضا للجزء التاني وهما بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وويزو وبدرية طلبة ومحمود الليثي وتامر فرج وشريف حسني. والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي. تدور أحداث مسلسل رمضان كريم في إطار اجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وما يمارس الناس من عبادات وطاعات في كل يوم من أيامه، وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى في هذه الأيام الفضيلة زي التحرش والإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية رومانسية بين أبطال المسلسل. وتتطور شخصية سيد رجب في الجزء التاني من المسلسل حيث سيحل على المعاش ويقضي أغلب وقته في الحارة ويدخل في مناقشات مع زوجته التي ترغب في العمل. وتظهر الفنانة ويزو في الجزء التاني من مسلسل رمضان كريم بشخصية ابن أخت سيد رجب وهي متزوجة من شريف حسني وهو زوجها في الواقع، حيث يجمعهم العديد من المواقف الكوميدية. وعرض المخرج سامح عبد العزيز عدد كبير من كواليس المسلسل. وظهر الفنان كريم عفيفي في كواليس المسلسل وفي خلفه صورة للفنان الراحل محمود الجندي بالشريط الأسود. وظهر الفنان محمود الليثي في كواليس المسلسل بدور شخص طيب ينشد في المولد في الحارة اللي هيدور فيها أحداث المسلسل. وظهرت الفنانة سلوى خطاب بدور معلمة في أحد القهاوي اللي في الحارة، ويقوم الفنان تامر فرج بشخصية قهوجي. وظهر كواليس الفنان بيومي فؤاد في المسلسل واللي من الواضح يقدم دور بياع مستلزمات في الحارة. ودي صور أيضا من كواليس المسلسل ظهر فيها سيد رجب وسلوى عثمان وويزو وأحمد صيام وصبري فواز ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين. اللهم بلغنا رمضان ويجب علينا بالخير. كل سنة والأمة العربية كلها طيبة. وبس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واكتب لنا في التعليقات عايز الفيديو الجاي عن ايه. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.